الناس اتجننت، مفيش اسم، مفيش عنوان، مفيش حتى لون براند، بس الناس اتجننت في قلب الشارع في عز الزحمه. جمله من 3 كلمات عملت اللي ملايين من الاعلانات ما قدرتش تعمله، وقفت الناس. يا ترى ليه؟ لان المخ البشري ليه نقطه ضعف واحده بس مستحيل يقاومها، انه يلاقي سؤال وما يلاقيش اجابه. ده اسمه كيوريوسيتي جاب. الفجوه دي بتولد قلق ذهني اسمه كوجنيتيف تنشن. عقلك بيرفض يسيبك في سلام لحد ما تلاقي الاجابه. الحمله دي ما كانتش اعلان ولا كانت حمله عاديه، كانت اختراق نفسي محكمه. اول حاجه تيزر ماركتنج او التسويق بالتشويق، تقول حاجه من غير ما تقول حاجه، تخلي الناس تدور عليك مش انت اللي تجري وراهم. تاني حاجه الدوبامين تريجر، بيفرز نفس الدوبامين اللي بينزل لما تيجي تفتح هديه. الناس ما كانتش بتدور على اجابه، كانت مدمنه السؤال. وبعدين حصل اللي ما فيش ميزانيه اعلانات في الدنيا تقدر تشتري، وورد اوف ماوس. الناس سوقت لهم ببلاش لانهم ما طلبوش منهم، ولانهم كمان حرموهم الاجابه. كل واحد عاوز يثبت انه عرف قبل التاني. احنا ما صرفناش على اعلانات، احنا صرفنا على العقل البشري. ولا حتى كانت موهبه، كانت علم. كل خطوه، كل كلمه، كل ثانيه كانت محسوبه. وكل ده مكتوب في كتاب واحد، العقل المدبر للتسويق والميديا باينج. لو عاوز تفهم ازاي تخلي جمله واحده تشغل بال مدينه كامله، لو عاوز تبني حمله العالم هو اللي يسوقها، ابدا من الكتاب ده.